السودان اعلن ترامب ان السودان هتدفع 300 وكم مليون دولار نظير رفع اسمها، لا مش جاهز، مش عاوز بقى تاني خلاص، نظير رفع اسمها منين؟ من كشوف الارهاب، زي كشوف العذريه كده. هتدفع كام يا معلم؟ تلت مليار دولار. السودان اللي مش لاقي تاكل وفي الحضيض، مين اللي هيدفع الفلوس دي؟ يا ترى الراجل تاجر المعيز اللي بيقول لك انا اديت للدوله 2 مليار؟ حمدوك هيدفع؟ حمدت هيدفع؟ حسب الله هيدفع؟ زعبله هيدفع؟ العساكر دول هيدفعوا ولا الشعب اللي هيدفع؟ عشان ايه؟ عشان يقف مع بومبيو في الصوره، عشان يتصور جنب امريكا ويترفع العلم. ولسه مش هيدفع وبس، هيدفع الجزيه وهو صاغر، وعلى دماغه جزمه بومبيو وجزمه صهاينه، وهيروح تل ابيب ويوقع اتفاقيه ويقول للشعب الحياه هتبقى بامبيا. ما عمل كده السادات وقال لهم انفتاح الاقتصادي بتاعي والحياه هتبقى بامبيا. تاكل اللبان يا ولا؟ فاكر اللبان الشوكليتس والشوبس؟ وبعدين ما احنا بقالنا 40 50 سنه ما تقدمناش ليه بالسلام مع امريكا، مع اسرائيل؟ خدنا ايه؟ بقالنا كام سنه بناخد معونات عسكريه من امريكا. يا اخويا قضينا على الارهاب، هددنا الجماعه في اثيوبيا، رجعنا سد النهضه؟ ابدا يا ابويا، دي كلها رشوه لكبار الضباط في الجيش. وابلع يا معلم ابلع، وعندك حصانه. حمدوك هيبقى مسؤول كبير، ما بيفكش الخط، بس اعترفوا بيه. ايوه امال ايه؟ ده زهزهت معاك يا ولا، ده قائد قوات التدخل السريع. ايوه جاي يقعد، وشويه الشيوعيين اللي عملوا الدوشه على البشير كل سنه وانت طيب هيتبلعوا، هيتفرموا، وهيجي حمدوك وحمدتي يطلع مظاهرات يسقط الشيوعيون اعداء الشعب. ايه والله انا بقول لك حاجات هتحصل. ايه ده؟ الشكر الجزيل لترامب على تطلعه الى الغاء تصنيف السودان كدوله، وتصنيف كلف السودان واضر به. ما ذكرش حمدوك رئيس الوزراء كلمه عن المبالغ اللي هتدفع. نهار اسود، ده ترامب هو المفروض يشكرك يا ابني، بيدفعك 300 كام و30 مليون. هتجيبهم منين يا حسره؟ ده الناس طوابير عيش قد كده عشان تاكل عيش في السودان، وانت هتدفع وتبتسم. يا ريتك هتدفعها من جيب حمدتي ولا دعكوك ولا هنكوك ولا التاني العسكري اللي رئيس المجلس السيادي ولا السياسي. مين اللي بيدفع؟ الشعوب. وصل تفرح هنفتح سفاره وهنظبط ونروح تل ابيب، وما دخلناهاش بالحرب هناخدها بالسلم. وبالمناسبه الامارات بعت لاسرائيل بتقول لها احنا مش هتفتح لنا بقى سفاره بقى ولا ايه؟ مش احنا بقينا اتجوزنا بقى وكده، عاوزين اعتراف رسمي بان احنا دولتين زي بعضنا. انت اسرائيل محتله فلسطين وانا واخده حبه جزر في المنطقه هناك كده. انتوا متصورين انه النعيم جاي مع التطبيع؟ انتوا هبل. هو اليهودي بيدي حاجه لحد؟ هو بيصرف على حد؟ ده هو جاي يظبط لك الدنيا، يظبط وجوده. خش يا استخبارات، اقعدي يا اسرائيل، طبطبي اقتلي يا اسرائيل، ظبطي يا اسرائيل. السودان فرحانين قوي، وترامب قال لك ايوه احنا هنعيد العلاقات بس في فلوس. اخبار كويسه. 300 كام قال ايه؟ كام؟ 300 وكم مليون دولار. حمدوك عمل نفسه من بنها، وحمدتي عمل نفسه من بنها العسل من طوخ، وقال لك والله يا اخي 335 مليون على قدهم. تخيل بقى السعوديه هتدفع كم مليار لضحايا الارهاب اللي بيقولوا عليه ارهاب من ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما بيقولوا كده. يقول لك الله، مش خيبر وكده دي كان فيها يهود وبني النضير وبني قريظه، ولا انا غلطان يا استاذ؟ ويطلع نتنياهو يقول لك جدي الام ام ابويا كان في بني النضير، وجدي الام ام ابوه امي كان فين؟ في بني قريظه، وسابوا معزتين وجمالين. احسب يا عم الجمال دي من زمان هتبقى بكام دلوقتي؟ واحسب بقى على كده، وادفعي يا سعوديه، وزمري يا امارات، وتفككي يا سعوديه، وانهار يا اسلام في هذه البلاد عشان شويه مراهقين. وبعدين يقول لك النظام البائد بتاع البشير هو اللي عمل كده. ياه
يعني انت لو بتقرا كويس تروح تشوف حاله الاقتصاد الاردني وهو على بعد عتبه. كم مشروع اسرائيلي عملوه هناك في الاردن، كم مليار جه من امريكا نتيجه السلام، ومين اللي خد الفلوس؟ العالم ادفع. يا ريت الجنرالات، يا ريت تعدل العنوان، الفقراء يدفعون الجزيه مش الجنرالات. ده الجنرالات بيمضوا عليها، لكن السوداني كل سوداني هيدفعها عشان نقف مع ونشرب البيبسي الامريكاني والكوكا كولا الامريكاني وناكل الهمبرجر الامريكاني ونفتح ماكدونالد، ويجي مش عارف مين يفتح محلين، والخمره والنساء. وهيصي يا سودان، انت يا سودان هتبقى عظيم مع شويه الكفرجيه دول، العالم اللي بيتاجروا بالبني ادمين في السودان ويبعتوهم يحاربوا في اليمن وفي افريقيا، وبيبعتوهم يحاربوا في ليبيا وبياخدوا عليهم فلوس. مش تجار مواشي بس، تجار مواشي وتجار بني ادمين. ويقول لك العالم احنا هنتقدم في السودان، احنا تخلصنا من العبء القديم ونتقدم في السودان. تتقدم في ايه؟ رايح فين يا ولا؟ رايح فين يا حماده؟ رايحين على فين؟ العالم العربي فيه مليارات. كم مليار استثمرتها السعوديه عندك، والامارات عندك، والبحرين عندك، والكويت عندك، وقطر عندك، لانك انت لا نظام. انا بستثمر في الجنرالات، ما بستثمرش في الشعب. فدي دول مش ما حصلتش مرتبه الدول. لذلك التغيير القادم والتسونامي القادم قادم، لانه الحقيقه احنا وصلنا للقاع في كل حته، في كل حته. لا السلام عمل اقتصاد في الاردن ولا في مصر ولا في السودان ولا في اي حته، ولا الحرب اللي ازالت صدام حسين بحجه انه طاغيه وتم غزو العراق عملت سلام ولا عملت دوله وبتصدر 6 مليار دولار يوميا. 6 صح 6 مليون برميل يوميا، مش كده؟ 6 مليون برميل يوميا بتصدر العراق، ومع ذلك الشعب بيشتكي، والراجل مقتدى الصدر بيشتكي، والتاني اخوه مقتدى الظهر بيشتكي. امال فين فلوسكم؟ في السعوديه الناس بتشتكي، في الخليج الناس بتشتكي. امال فين نفطكم؟ فين غازكم؟ فين هبابكم؟ بيروح لبره. هو بعدين بنساعدهم عشان نجيب رؤساء يمسكوا البلاد، بدل ما يساعدونا ان احنا ننشر الاسلام او نحافظ عليه في اوروبا، احنا بنديهم الفلوس ونقول لهم خلي بالكم عندكم مسلمين من بني جلدتنا وحشين، بقتلوهم والنبي، ها بقتلوهم بسرعه، ما تحاكموهمش، ما تدهمش فرصه، انت لسه تحاكموهم، ما تحاكموهمش، مش لازم تحاكموهم، اقتلوهم، واحنا مش هنقول حاجه، هنقول عليهم ان هم عنصريين. مش انتوا اللي عنصريين.